بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مرحبا بكم خياتي، مرحبا بكم البنات. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم بخير ومهنيين. خياتي في لا فيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا رايحين نخدموا مطلوع يجيكم خفيف هايل، ما يجيكمش معجن من داخل، يجي خفيف ريشه بمقادير مضبوطه توجدوه في وقت قصير، ما يديلكمش الوقت خلاص. المهم خياتي قبل ما نروح الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم ما تنساوش خياتي تشتركوا في القناة، حطوا لنا جام خياتي، ما تبخلوناش وكتبوا لنا كومونتير شباب كيفكم. وقبل ما نروح خياتي تاني حبيت نشكر الاخوات كامل اللي انضموا القناه تاعي، نقول لكم خياتي مرحبا بكم عندي غالياتي، نورتوا القناه وفرحتوني، ربي يفرحكم ان شاء الله. نبداو درك خياتي نحضروا في المطلوع تاعنا. هيا راح نخدم 3 مطلوعات يكونوا صغار ماهمش كبار بزاف. كل مطلوعه خياتي تدي لي 2 كيسان تاع السميد، غير ربع كاس الاول نعمروه، الدوزيام نقصوا منه شويه. والسميد خياتي هنا لازم يكون رطب، يميل للرطب ماشي شرط رطب خلاص، ما تخدموش هذا بالسميد هذاك الخشين. كل مطلوعه نحط لها ملعقه صغيره تاع الملح، ملعقة أكل تاع الزيت، وكل مطلوعة نحط لها ملعقة صغيرة تاع الخميرة كما راكم تشوفوا الملعقة هذه. ونزيد بالملعقة هذيك نفسها بعد نزيد نحط السكر، مي ما تعمروهاش مليح، هنايا السكر تكون ناقصة شوية ما تجيكمش الكسرة حلوة. بعد ما حطينا خياتي هنا المكونات نزيدو نرشو شوية جلج السينوج ولا الحبة السوداء، كل واحد كيف يقولها. نخلطوا المكونات هذوك وفي النص نخليو الخميرة هذيك، راح نحط فوقها طول الماء. هنا جبت كاس الاول تاع الماء، والماء يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد، على خاطر الماء سخون بزاف هذاك يبطل لكم المفعول تاع الخميرة. حطيت الكاس الاول، درك نزيد الدوزيام. هنا راني حطيت خياتي 2 كيسان تاع الماء، تجيكم هادوك 2 كيسان يجوكم سوا سوا مع الكمية تاع السميد هذه. نخلط السميد تاعي هذاك مليح، نخلط المكونات تاعي في بعضهم، ومن بعد نحط العجينة تاعي نخليها ترتاح، نخليها ترتاح واحد 10 دقائق برك، مش بزاف. لا نخليوها ترتاح خياتي باه تنشف شويه من الماء هذاك، ونشوفوا القوام تاع السميد تاعنا كيفاه ولا. من بعد كي نبداو نرشوا فيه بالماء نعرفوا الكميه تاع الماء اللي راح نحطوا له. والخميره تاعنا تاني خياتي تتفاعل وتدي وقتها. هنايا جبت هذا الكاس اللي راكم تشوفوا، نرش الماء ونعجن، والماء خياتي هنا راهو دافي، ما يكونش سخون تاني وما يكونش بارد. وهنا خياتي العجينة راني نقطع فيها، مش ما تعجنوهاش كما المسمن والمحاجب والشخشوخة، هادوك ما نقطعوش العجينة. مي هنايا المطلوع نقطعوا العجينة بالشكل اللي راكم تشوفوا. نبقى نخدم بالطريقة هذه، نرش شوية ماء ونشف الماء هذا. كي تكونوا تقطعوا هكذا الماء هذاك منين يروح ينشف، كي تحسوا به العجينة ولات نورمال ونشفت، من الماء هذاك تزيدوا رشوا شوية حتى تحصلوا على القوام تاع العجينة اللي نحوسوا عليه، تكون مطلوقة باه يجيكم المطلوع تاعكم خفيف. وهذه هي خياتي العجينة اللي تحصلت عليها. شوفوا الماء اللي بقى لي، ما حطيتش الماء بزاف، بالك نص كاس برك ولا اكثر شويه. تحصلت على العجينه اللي نحوس عليها، شوفوا كيف تكون مطلوقه. تاع العجينه تاع المطلوع خياتي لازم تكون مطلوقه، وماشي تبداو تحطوا في الماء تكثروا الماء بزاف، نو اعجنوا ورشوا الماء شويه برك ماشي بزاف. كون تكثروا الماء وتجيكم مطلوقه بزاف ما راحش تجيكم مليحه، لازم ترشوا شويه وتعجنوا، ترشوا شويه وتعجنوا، مش تعجنوا بزاف. هنا راني مام با عجنت واحد 5 دقائق برك، تحصلت على القوام تاع العجينه هذه. هنا راح قسمتها على 3 خبيزات، هنايا 3 مطلوعات وحطيتها هنا. داك نخليها واحد 5 دقائق ومن بعد نزيد نقلبها. شوفوا
هنا باه كي نكون من بعد نحل فيها ما تلصقليش. هنا راني جبت المطلوعة الأولى ونبدا نحل فيها في هادو تاع المطلوع راهم يتباعوا لبرا وكاينين اللي يخيطوهم. المهم أنا شريتها من برا ما خدمتهاليش خياطة ولا خدمتها وحدي، شريتها وشريت 2 برك من بعد راح نكمل 2 الآخرين. هنا راني حليت المطلوعة الأولى ورشيت شوية فرينة خفت تلصق لي، رشيت شوية فرينة نغطي الأولى هاذيك ونزيد نحل الدوزيام بنفس الطريقة. كي تحسوا بلي العجينة تاعكم مطلوقة بزاف وخفتوا تلصق لكم رشوا شوية فرينة ما راح يصرى والو. أنا ما نحبش نرش السميد ولا حنا في المطلوع تاعنا ما نرشوش السميد هذاك، نرشو إذا كان حطينا نحطو الفرينة كي نخافو تلصق لنا العجينة وتجينا مطلوقة بزاف. نزيد نغطيها ونكمل المطلوعة الثالثة بنفس الطريقة. هنا راني جبت المطلوعة الثالثة رشيت شوية فرينة حطيت الطاجين هنا يسخن حطيته يسخن قبل بواحد 4 ساعة. على بالكم الطاجين تاع الطين لازم يسخن مليح. حطيت المطلوعة تاعي شفتو كيف حطيتها. كي تستعملوا هذوك تاع المطلوع تجيكم ساهلة باه تحطوها ما تستعملوش يديكم خلاص وما تتراصوش فيها. هذه الهضرة خياتي نهضرها مع المبتدئات. هنا راني حطيتها درك نقلبها بعد ما تحسوا الحواف هذوك طابوا قلبوا الكسرة تاعكم قلبوا المطلوع تاعكم. هنا كي نحس بها شوية طابت من تحت نبقى مرة على مرة ونحركها باه طيب لي كيف بنفس الشكل. نبقى مرة على مرة ونحركها حتى نحس لها بلي طابت من تحت ونزيد نقلبها الكوتي اللي منها يزيد يطيب مليح. وهنا خياتي راهو طاب لي الكوتي الاول هذاك زدت قلبتها ونطيبها الكوتي الدوزيام هذاك ومن بعد نزيد نطيب الحواف تاعها نحوشيها كما نقولوا حنايا. تقدروا طيبوه من فوق في الطاجين ولا طيبوه من تحت الطاجين كما طيبتهم انا. شوفوا في الجنب تاع الطابونه بعدو منين الطاجين طيبوهم تما. شوفوا كيفاه جو ما شاء الله. هنا طيبت المطلوعات تاعي كامل خياتي بنفس الطريقه. هذا هو الشكل تاعهم. انا المطلوع تاعي خياتي ما نديروش خشين بزاف على خاطر في الدار ما يحبوش ياكلوا المطلوع هذاك اللي خشين يقولوا لي معجن ما على بالش كيفاه. المهم احنا من نحل نديروه شويه رقيق مش خشين بزاف. هذا هو الشكل تاع المطلوع تاعي جا ما شاء الله ما شاء الله خفيف ريشه. شوفوا كيفاه جا هايل. شوفوا كيفاه جا ما شاء الله. وهذوك الاخرين ماهمش مطايبين بزاف الصوره ما على بالش كيف حتى جاوني هكذاك. هما طايبين كيما هذه الاولى بعد شوفوا كيف راهم جا مطلوع رائع. جربوا خياتي هاد المطلوع بنفس الطريقة وراح يجيكم روعة. مع انه السميد هنا اللي استعملت ماهوش نوعية رفيعة بان يعني نكونوا واضحين. السميد هنا مش نوعية رفيعة مي جا ما شاء الله. نتمنى خياتي الطريقة تاع اليوم كيفاه طيبت لكم المطلوع تكون نالت إعجابكم وتجربوها على طريقتي خياتي. ما تنساوش تدعمونا باشتراك وكومنتير شباب وتضغطونا على زر الجرس خياتي ما تبخلوناش. ما راحين تخسروا والو العكس راحين تفرحوني والفيديو هذا يوصل لأكبر عدد ممكن والكل يستفاد. فرحوني خياتي ربي يفرحكم إن شاء الله ويعطيكم ما تتمنوا وكل واحد في قلبه حاجة إن شاء الله ربي يعطيها له.